ضياء من الرحمن ينبع من الإيمان وروح وريحان في ظلال القرآن في ظلال القرآن في ظلال القرآن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوتي في الله، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ضياء القرآن. نستمر بحول الله في تفسير سورة البقرة الحزب الثاني، الربع الأول من الحزب الثاني. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون.
وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن ياتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. نكتفي بهذا القدر ونستهل بإذن الله تفسير هذه الآيات الكريمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. أفتطمعون
أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله من قبل وهم يعلمون. أفتطمعون أيها المؤمنون أن يؤمنوا أي اليهود لكم وقد كان فريق أي طائفة منهم أي أحبارهم يسمعون كلام الله في التوراة ثم يحرفونه أي يغيرونه من بعد ما عقلوه من بعد ما فهموه وهم يعلمون أنهم مفترون، والهمزة للإنكار أي لا تطمعوا فلهم سابقة في الكفر. وإذا لقوا أي منافق اليهود الذين آمنوا قالوا آمنا بأن محمدا نبي وهو المبشر به في كتابنا. وإذا خلا أي رجع بعضهم إلى بعض قالوا أي رؤساؤهم الذين لم ينافقوا لمن نافق أتحدثونهم أي المؤمنين بما فتح الله عليكم أي عرفكم في التوراة من نعت محمد صلى الله عليه وسلم ليحاجوكم يخاصموكم واللام للصيرورة به عند ربكم في الآخرة ويقيموا عليكم الحجة في ترك أتباعه مع علمكم بصدقه أفلا تعقلون إنهم يحاجونكم إذا حدثتموهم فتنتبهوا. قال تعالى أولا يعلمون الاستفهام للتقرير والواو الداخلة عليها للعطف أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ما يخفون وما يظهرون من ذلك وغيره فيرعوا عن ذلك. ومنهم أي اليهود أميون عوام لا يعلمون الكتاب التوراة إلا لكن أماني إلا أكاذيب تلقوها من رؤسائهم فاعتمدوها وإن ما هم في جحد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره مما يختلقونه إلا يظنون ظنا ولا علم لهم. فويل أي شدة عذاب للذين يكتبون الكتاب بأيديهم أي مختلقا من عندهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا من الدنيا وهم اليهود غيروا صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة وآية الرجم وغيرهما وكتبوها على خلاف ما أنزل فويل لهم مما كتبت أيديهم من المختلق وويل لهم مما يكسبون من الرشا أي جمع رشوة كانوا يجمعون الرشاوي ويكتبون التوراة ثم يجمعون المال. وقالوا لما وعدهم النبي النار لن تمسنا أي لن تصيبنا النار إلا أياما معدودة قليلة 40 يوما مدة عبادة آبائهم العجل ثم تزول. قل لهم يا محمد اتخذتم حذفت منه همزة الوصل استغناء بهمزة استفهام عند الله عهدا أي اتخذتم عند الله عهدا أي ميثاقا منه بذلك فلن يخلف الله عهده به لا أم بل تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى تمسكم وتخلدون فيها من كسب سيئة أي شركا وأحاطت به خطيئاته بالإفراد والجمع أي استولت عليه أحدقت به من كل جانب إن مات مشركا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أصحاب النار هم فيها خالدون روعي فيه معنى من والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. دائما لما تذكر حال أصحاب النار في القرآن تليها أصحاب الجنة كي دائما يبقى الترهيب والترغيب الترهيب من حال أهل النار والترغيب من حال أهل الجنة كي يبقى دائما الإنسان في هذه الدنيا بين خوف ورجاء في مغفرة الله.
وحمد لله على ما أعطاه. واذكر إذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل في التوراة وقلنا لا تعبدون بالتاء والياء إلا الله، خبر بمعنى النهي. وقرئ لا تعبدوا وأحسنوا بالوالدين إحسانا برا، وذي القربى القرابة عطف على الوالدين، واليتامى قراءة، واليتامى والمساكين، وقولوا للناس قولا حسنا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق في شأن محمد صلى الله عليه وسلم، والرفق بهم في قراءة بضم الحاء وسكون السين مصدر وصف به مبالغة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فقبلتهم ذلك، ثم توليتم أي أعرضتم عن الوفاء به، فيه التفات عن الغيبة، والمراد آباؤهم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون عنه كآبائكم. وإذا أخذنا ميثاقكم وقلنا لا تسفكون دماءكم تريقونها بقتل بعضكم بعضا ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، لا يخرج بعضكم بعضا من داره، ثم أقررتم على ذلك قبلتم ذلك الميثاق وأنتم تشهدون على أنفسكم، ثم أنتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم بقتل بعضكم بعضا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون، فيه إدغام التاء في الأصل في الظاء، وفي قراءة بالتخفيف على حذفها تتعاونون عليهم بالإثم بالمعصية والعدوان الظلم. وإن ياتوكم أسارى، وفي قراءة أسارى تفادوهم، وفي قراءة تفادوهم تنقذوهم من الأسر بالمال أو غيره، وهو مما عهد إليهم، وهو أي الشأن محرم عليكم إخراجهم. متصل بقوله وتخرجون، والجملة بينهما اعتراض، أي كما حرم ترك الفداء. وكانت قريظة تحالف الأوس والنضير الخزرج، فكان كل فريق يقاتل مع حلفائه ويخرب ديارهم ويخرجهم، فإذا أسروا فدوهم، وكانوا إذا سئلوا لم تقاتلونهم وتفادونهم قالوا أمرنا بالفداء، فيقال فلم تقاتلونهم، فيقول حياء أن تستذل حلفاؤنا. قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وهو الفداء، وتكفرون ببعض وهو ترك القتل والإخراج والمظاهرة، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا هوان وذل في الحياة الدنيا. وقد خذوا بقتل قريظة ونفي النظير إلى الشام وضرب الجزية ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. بالياء والتاء. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة بأن آثروها عليها. آثروا أي فضلوا الحياة الدنيا على الآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون يمنعون منه. ولقد آتينا موسى الكتاب أي التوراة، وقفينا من بعده بالرسل أي أتبعناهم رسولا في أثر رسول. وآتينا عيسى ابن مريم البينات أي المعجزات كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، وأيدناه أي قويناه بروح القدس، من إضافة الموصوف إلى الصفة أي الروح المقدسة جبريل لطهارته يسير معه حيث سار. فلم تستقيموا أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم أي تحب أنفسكم من الحق تكبرتم عن اتباعه. جواب كلما وهو محل الاستفهام، والمراد به التوبيخ. ففريقا
منهم كذبتم كعيسى وفريقا تقتلون. المضارع لحكاية الحال الماضية، أي قتلتم كزكريا ويحيى هذه الأنبياء، قتلتم هذه الأنبياء وكذبتم أنبياء آخرين كعيسى عليه السلام. وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم استهزاء قلوبنا غلف. جمع أغلفة أي مغشاة بأغشية، فلا تعي ما تقول. قال تعالى: بل للإضراب، لعنهم الله، أبعدهم من رحمته وخذلهم عن القبول بكفرهم، وليس عدم قبولهم لخلل في قلوبهم، فقليلا ما يؤمنون. ما زائدة لتأكيد القلة، أي إنهم قليل جدا. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم من التوراة وهو القرآن، وكانوا مصدق لما معهم من التوراة هو القرآن، وكانوا من قبل مجيئه يستفتحون، يستنصرون على الذين كفروا، يقولون: اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث آخر الزمان. فلما جاءهم ما عرفوا من الحق وهو بعثة النبي كفروا به حسدا وخوفا على الرياسة. وجواب لما الأولى دل عليه جواب الثانية، فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا أي باعوا به أنفسهم، أي حظها من الثواب. وما نكرة بمعنى شيئا، تمييز لفاعل بئس والمخصوص بالذم، أن يكفروا أي كفرهم بما أنزل الله من القرآن بغيا، مفعول له ليكفروا، أي حسدا على أن ينزل الله بالتخفيف والتشديد من فضله أي الوحي على من يشاء للرسالة من عباده. فباءوا أي رجعوا بغضب من الله بكفرهم بما أنزل، والتنكير للتعظيم على غضب استحقوه من قبل بتضييع التوراة والكفر بعيسى، وللكافرين عذاب مهين ذو إهانة. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله القرآن وغيره، قالوا نؤمن بما أنزل علينا أي التوراة. قال تعالى: ويكفرون، الواو للحال بما وراءه سواء أو بعده من القرآن، وهو الحق حال مصدقا، حال ثانية مؤكدة لما معهم. قل لهم فلم تقتلون، أي قتلتم أنبياء الله من قبل، إن كنتم مؤمنين بالتوراة، وقد نهيتم فيها عن قتله. والخطاب للموجودين في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم بما فعل آباؤهم لرضاهم به. ولقد جاءكم موسى. نكتفي بهذا القدر، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.